سلام ومحبة لكل اللي بيشوفني وبيتابعني من أي مكان في الدنيا. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة، ولو عجبك الفيديو اعملي لايك لأن ده بيرفع من القناة. النهاردة بقى الفيديو حلو جدا ومليان كده زي ما بيقول دسم دسم. فالنهاردة هنعمل أول حاجة. كان بصوا هما يومين مش يوم واحد يعني، بس يوم كان في عزمت عيال أختي عندي وكده، فعملت لهم بيتزا. فده كان اليوم الأولاني، وبعد كده قلت أكمل معاكم بقى عملت ايه لما هم مشيوا. وروقت وغيرت الملايات وروقت البيت كله طبعا. ومسحت على فكرة، بس انا يعني ما صورتش المسيح، لان انا لما مسحت وكان كل اولادي نايمين، قلت استغل الفرصة يعني. بصوا طريقة البيتزا دي اول مرة اعملها واخر مرة على فكرة. ما عجبتنيش. انا جايباها من واحدة من النت اسمها زيزي، مش فاكرة اسمها ايه كمان، والله حتى اسمها ما فاكرة. المهم هي قناة باين اسمها زيزي، مش عارفة يعني. بس ما عجبتنيش الطريقة، يعني طريقتي كانت احلى. مش معنى كده ان هي طريقة وحشة جدا، بس لا، يعني كانت طريقتي احلى. هي كانت بتجيب الاول دقيق ومية وتحطه كده على النار. وقالت ان هو ده عبارة عن محسن يعني. وبعدين جابت مية وحطت عليها بيكنج باودر، وحطت دقيق وكده. ولما لمت الدقيق يعني حطت الزيت والبيضة. بصوا بقى انا طريقتي مختلفة وهعملها لكم على فكرة في مرة واحلى بصراحة. يعني انا ندمت اني ما عملتش طريقتي، مش عارفة ليه. بس عارفين كده لما بتحبوا تغيروا او تفتكسوا افتكاسات جديدة كده. هو ده. هي حلوة بس يعني مش زي العجينة بتاعتي بصراحة. انا بجيب زبدية وبيضة وزيت ولبن بودرة وبيكنج باودر و... واحطهم كلهم على بعض. وبعد كده احط بقى البتاع عليهم دي الدقيق، واحط طبعا الخميرة وكده، واحطهم كلهم على بعض على فكرة. يعني ما بستنيش حاجة لغاية ما تخمر وكده. وبتبقى جميلة، بتبقى حلوة خالص وبتخمر بسرعة يعني. وحتى طعمها بيبقى حلو. هي دي طعمها حلو يعني، انا مش هقولكوا طعمها وحش، بس بتاعتي احلى. انتوا فاهمين عايزة اوصل لكم ايه؟ فاهمين؟ بس ممكن يكون الزبادي بتديها حاجة احلى كده، معرفش. عملت لهم بقى يعني هم طلعوا 5 صواني. في بتاعتي بصراحة بتطلع اكتر. اكتر من 5 صواني. يعني انا عندي عملت الكيلو بيطلع 5 صواني، انا عملت كيلو ونص، فالمفروض تطلع 6 صواني 7 صواني. بس انا عملت فيه بيكون رفيع وفيه بيكون ايه تخين. فانا عملت ممكن بقول يعني ممكن يكون اخد مني عشان كده يعني. حطيت طبعا، بصوا انا ما بحبش احط الفلفل لوحده والبصل لوحده والكلام ده. طب ما نعملها لحمة مفرومة متعصجة وعليها الحاجات دي كلها. ولما بعمل شاورما وبحطها برضو بالمرة. ما بحبش اللي انا احط كل حاجة لوحدها. نسيت الزيتون، نسيت ما اقول لجوزي هات زيتون والله. فما فيش زيتون، بس حطيت اللي هو الطماطم والفلفل الحراق في حاجات معينة. الاول طبعا حطيت الجبنة الصلصة قصدي، وبعد كده بس اهم حاجة انك تخرمي بالشوكة، لان دي بتخلي العيش يستوي ويبقى حلو يعني العجينة نفسها، وفي نفس الوقت تبقى حلوة بتبقى جميلة يعني. فجبت الاول الصلصة، وبعد كده حطيت الجبنة، وبعد كده حطيت بقى ايه اللحمة المفرومة فوقيها. والمفروض ان انا احط جبنة على الوش كده يعني. اول ما الاقيها استوت وخلصت، فاهمين؟ عشان تبقى تشد كده. وحطيت وقلت لهم فكروني. لبنات اختي، هم بنات اختي اللي قاعدين جنب الرخمين دول. فكروني وانا نسيت اصلا. بس احنا عشان كنا عمالين يعني اليوم ده كنا عمالين نهزر ونضحك، وكان يوم جميل والله، كان يوم حلو جدا جدا جدا. وكنا عمالين نرقص وعملنا كل حاجة. حتى اتخانقنا تصدقوا. فالحمد لله يعني ان هي عدت على خير. بس كان يوم حلو، مع اني يعني ما شبعناش فيه.
يلا زي بعضه عشان طلعوا 5 ثواني بس. بس كان يوم حلو برضه، يلا العصير عوض برضه. المهم انا صورت لكم ده بس عشان انا قلت لهم انا مش هصور، يعني قالوا لي لا صوري يا خالته واحنا معاكي وكده. وهم ساعدوني. رنا بصراحة بنت اختي ما شاء الله عليها ما سابتنيش، يعني احلى حاجة ان هي ما خلتليش ولا حاجة في المواعين ولا حاجة. مش زي التانية حبيبة دي قاعدة باشا باشا. انا ليه بقول كده؟ مش عشان افضحها، لا 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 ابدا. دي بنت اختي absolutely. لا يمكن افضحها ولا اجرسها على اليوتيوب ابدا واقول ان هي عامله نفسها باشا وقاعده حاطه رجل على رجل، لا يمكن. ومستحيل حد. بص هي اللي بتصورني على فكره. هي اللي كانت بتصورني بتوريني الصور بتقولي عشان تنزليها على اليوتيوب. بس برضه مهما كنت انا خالتها والخالة زي ما بيقولوا. هما محدش قال بس انا اللي مهسترة خالص انا النهارده. المهم ده كان تاني يوم. يعني هما بصوا، يعني هما لما مشوا كده انا قلت ايه، عايزه اوضب البيت ومش عارفه ايه، فانا ما كنتش عارفه اعمل ايه. فقلت خلاص انا هعمل عدس، اسهل حاجه العدس اسهل حاجه. بس خلوا بالكم هوريكم كيس كده. بصوا الكيس ده المفروض اللي هو كيس الرز اللي انا هعمله دلوقتي. فعشان خاطر ما يدلقش باقيه وكده فبلسعه. عارفين بلسعه دي؟ بلسعه بالحله نفسها. المهم عايزه اقول لكم انا بس قلت اقول لكم الفكره دي يمكن يكون في حد مش عارفها بدل ما يتدلق مني او كده. العدس عشان انا اوفر فيه بعمل ايه؟ بحط جزر، بحط بطاطس، بحط اللي هو البصل، وبحط كمان اللي هو الكوسه. فاي حاجه عندك حطيها يعني هيفرق جدا. بصوا يعني بدل ما بتحطي مثلا كوبايه ونص عدس، واحنا عارفين العدس دلوقتي قد ايه هو، يعني بقي عسل كده وغالي. فبتوفري برضو وفي نفس الوقت انتي الكوسة بتاخدي منها كوساية واحدة مثلا. البطاطساية بتاخدي منها بطاطساية واحدة بس بتعمل، يعني بتعمل فرق شاسع. والجزر كذلك والكلام ده. فانا قلت اقول لكم برضو الفكرة دي يمكن تستفيدوا منها. هنا بقى قلت ايه بقى، انا معيش حاجة بقى غير البيت دلوقتي. العدس والرز وخلصوا. قلت خلاص عشان بقالي كتير خالص والله ما غسلتش جو. المفروض ان انا عامله حسابي ان كل يوم هغسلهم. بس انا مستنيه ان انا اعمل معاكم اللي هو اخر حاجه هنعملها المطبخ وكده. فمستنيه جوزي بقى يوضب لي المطبخ زي ما قال لي. فانتوا متخيلين مستنيه جوزي دي لازم تستنوا معايا. انتوا عارفين هو عنده طولة بال فظيعة. فربنا يستر بقى وما يستناش لبعد رمضان ويخلص لي المطبخ قبل كده. انا بس عايزاه اللي هو يجيب لي غسالة الاطباق واحطها مكانها واشغلها وكده، والفرن ارجعه مكانه لان بجد عامل لي ازمة كبيرة جدا يعني. هنا بقى غسلت كل حاجة، يعني غسلتها كلها. وعشان هي في دهون فيها كتيرة قوي، قمت عملت ايه، قمت شغلت عليها المية السخنة. بصوا يعني ايدي كانت بعدها كمان كانت بتولع، يعني بتولع. وبعدها زي كده نشفت والله من كتر المية السخنة. يعني انا دايما بعمل بمية يعني بين البنين او ميه ساقعه عشان خاطر ما يعني ايدي ما تنشفش وكده، لان انا من الناس اللي ايدي بتنشف فيه. برضو قلت استغل الوقت برضو. واعمل الملح. بص اصل الحاجات دي المفروض هي ما تستناش. وانا يعني كل شويه بقول خلاص بعدين هعملها بعدين هعملها بالمر وقت ما اخلص المطبخ. انتوا عارفين فينا ده غريب كستات، يعني كستات نحب نخلص الحاجه بالمر. يعني مرة واحدة كده. بس اقول ايه طيب، ما انا مش عارفة والله. قلت خلاص يا عم لا انا مش هستنى حاجة. انا هعمل اللي اقدر عليه هعمله بسرعة. وبعد كده يبقى يعني عبال ما ربنا يهدي جوزي بقى ويوضب لي المطبخ ويرجع. هو عايزين السباك والسباك مش جاي، وعايزين برضو النجار والنجار مش جاي. طب هعمل ايه تاني؟ انتوا متخيلين ان كل شوية عمال المطبخ ده يبوظ فيه حاجة ويا ريته متصلح. يا ريته بيتصلح. اللي ما في حاجة متصلحة. بص على فكرة الخلاط ده مش ان هو مش نظيف وكده، لا دي هي البتاعة السودا اللي بتلف دي يعني زي بتنطور الاسود زي بتتهري. هي جلدة اصلا، هي عبارة عن جلدة اللي هي في في الخلاط نفسه. ف
يعني زي بتتهري كده مش عارفة، المهم بتطلّع فتات سودا إيه بس وقُلت هنا اتغدينا وقُلت خلاص أغسل المواعين بالمرّة عشان لمّا أطلع برّه يعني ما يبقاش ورايا حاجة في المطبخ، فخلّصت المواعين هي ما كانش في طبعًا لإن أنا يعني أول بأول، أول بأول، كمان افتكرت حاجة أنا كنت منشّفة ويكة أول مرّة أعملها على فكرة وإن شاء الله مش آخر مرّة، وطلعت جميلة والله، أنا أول مرّة أنشّف ويكة يعني أول مرّة الويكة الناشفة دي أعملها، فالحمد لله عملتها فقُلت برضه أعمل شوية كده أفرُمهم بحيث إن أنا لمّا أكون عايزة آكل أو العيال عايزين ياكلوا يبقى تحت إيدي، يعني مفروم تحت إيدي. فبرضه عملتها، يعني بعد غسيل المواعين دي هاعملها هادخل عليها على طول. بُصّوا كنت ما شاء الله يعني اليوم ده مع الفرحة إن أنا عزمت عيال أختي